أهلا بيكم. عمرك فكرت قبل كده إزاي الأغاني ممكن تأثر علينا؟ من أول الكلمات لغاية المزيكا اللي بتلمس مشاعرنا وبتحركنا وبتخلينا نحس كده إن إحنا منسجمين جدا وبنعيش نفس اللحظات اللي بتقولها الأغنية. خليني أقولك الموضوع ده ممكن يأثر عليك إزاي، وكمل معايا للنهاية لأن آخر واحدة هتوريك إن الموضوع البسيط ده ممكن يعمل فينا إيه. قبل أي حاجة حط لنا لايك واشترك في القناة علشان تتابع كل جديد بينزل. ايه اول حاجة بنفكر فيها واحنا متضايقين او احنا زعلانين؟ بنفكر في المشكلة وبنفكر ازاي نعيش اجواء المشكلة دي. فاول حاجة بتيجي عليها دماغنا ان احنا بنروح على طول نشغل اغنية معينة. الاغاني دي بتعبر عن مدى مشاعرنا دي عاملة ازاي. يعني لو انا حزين هشغل اغنية حزينة، اقعد بقى ازعل وافتكر الذكريات المؤلمة والحاجات اللي انا مريت بيها ولكن ما كانتش افضل حاجة. ولو انا بحب جديد هشغل اغنية حب اعبر بيها عن مشاعري والحاجات اللي نفسي اقولها للشخص التاني وانا مغرم جدا. طب لو انا حاسس بالكبرياء بقى وثقة بالنفس وبتاع اروح اشغل راب. طب ما تيجي كده نشوف الموضوع ده ممكن يأثر علينا ازاي. يعني ايه المشكلة لما اشغل اغنية حزينة وانا زعلان؟ والمشكلة لما اكون مشغل اغنية حب وانا بحب جديد؟ ايه يعني المشكلة؟ انا بحب جدا. وايه المشكلة لما احس بالثقة بالنفس فاشغل راب؟ بس قبل ما اقول لك الكلام ده خليني اقول لك ان الموضوع مش كله مضر. في اوقات كتيرة قوي بنبقى محتاجين التحفيز بشكل معين، ولكن الضرر هنا بيجي من ان مشاعرك تبتدي تتحرك حوالين الحاجة دي. يعني مثلا خلينا اديك مثال. لو انا حاسس باحساس فظيع، يعني انا متضايق جدا، وجيت شغلت اغنية حزينة، الاغاني الحزينة دي بتبتدي تحرك مشاعري في الحاجات اللي هي مضايقاني، وببدأ افكر هو ده ليه حصل؟ طيب ليه انا بمر بالحاجات دي؟ وابتدي اتحط في زون كئيب، والزون الكئيب ده ممكن يسبب حاجات كتيرة قوي. طيب السبب هنا في ايه؟ السبب هنا في الاغاني اللي انا كنت بشغلها علشان ابتدي اتفاعل معاها واعبر عن معاناتي الكبيرة. وده بيحصل بسبب ان بيبقى فيه حتة معينة في العقل، والحتة دي مسؤولة عن المشاعر والذكريات، وما ادراك من المشاعر والذكريات. وعارف بقى المشكلة فين؟ المشكلة مش في ان انا بشغل اغاني حزينة وابتدي ازعل واتضايق، يمكن مش دي تكون المشكلة الكبيرة، ولكن المشكلة الاكبر ان انت بتكون موجود في زون وحش جدا. فبالتالي بتبتدي تتفاعل مع الاغنية. مثلا الاغنية بتقول يا حبيبتي وحشتيني على سبيل المثال، فانت بتبتدي تتفاعل معاها وتشوف فعلا ده حبيبتي وحشتني فعلا، انا نفسي ارجع لها، انا نفسي كل حاجة ما بيننا ترجع وتتظبط وهكذا. مع انك لو فكرت شوية او حتى كنت كاتب في وقت ما المشاكل اللي كانت بينكم، كنت هتدرك ان الموضوع ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش ليه؟ لأن أنت أصلاً نهيت العلاقة بسبب حاجة معينة، والحاجة المعينة ده سبب كبير ودافع إن هو يخليك تسيبها، أو إن أنتوا تنفصلوا عن بعض، أو إن أنت تاخد مشاعر سلبية، أو إن أنت تكون سايب مسافة بينك وبين الشخص التاني، وده لسبب معين، والسبب ده مش صغير. فلما الأغاني دي بتبتدي تشتغل وأنت تسمعها، فبتبتدي تفهم بقى ان ما كانش لازم يحصل كده. طب هو احنا ليه بعدنا؟ طب هل كان يستاهل ان احنا نبعد اصلا؟ طب هل ممكن نرجع تاني؟ وبتبتدي بقى دماغك تلف حوالين حاجات كتيرة قوي وتفتكر ذكريات هي بالنسبة لك كانت حلوة، ولكن الذكريات الحلوة دي غالبا مفبركة. طب يعني ايه مفبركة؟ طب ما هي حصلت فعلا. خليني اقول لك ان كل حاجة في الدنيا فيها الابيض والاسود. ممكن تعيش اوقات كويسة مع شخص، ولكن ده ما يمنعش ان انت عشت اوقات وحشة مع نفس الشخص، ودي حاجة تخليك لما تخش في الزون ده بتبتدي تفتكر الحاجات الحلوة بس. طيب يا عم ما ايه المشكلة ما افتكر الحاجات الحلوة بس؟
طيب هي المشكلة مش في ان انت تفتكر الحاجات الحلوة مع الشخص فبالتالي تشوفه حلو، مفيش مشكلة في حاجة زي كده، ولكن لما ده بيحصل انت بتبتدي تشوف ان ما يمكن كان العيب فيا انا، ما يمكن الحاجات اللي بتحصل دي كانت بسببي انا، ما يمكن انا اللي افورت، ما يمكن ويمكن 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 ويمكن. ببساطة الموضوع ده بيجيب لك الحتة المضيئة اللي كانت في فترة ما انت بتحبها، بس للأسف في حتة كبيرة قوي مخفية وقت ما انت بتفتكر الحاجات دي. خلينا اديك مثال تاني. لما بنكون بنحب جديد ومشغلين اغاني عواطف ورومانسية وقاعد خلاص يعني هي دي الاولى والاخيرة، وقتها بنشوف الحاجات بشكل اكستريم، يعني الموضوع مبالغ فيه جدا. يعني مثلا بشوف المميزات اللي في الشخص ده ما تتعوضش، وما فيش كده، وانا بحبه اوفر، وانا بموت في الشخصيه اللي معايا وهي جميله وهي مفيش مشكله في الحاجات دي كلها، ولكن الافراط في ان انا اسمع نفس الكلام وافكر في نفس الشخص اللي بفكر فيه ده بيكون صوره ذهنيه في دماغي ان الحاجه دي ممكن ما تتعوضش تاني. كلامي مش على الاشخاص بس، لكن كلامي على يوم معين عشته، حاجه معينه انت سبتها وما تقدرش ترجع لها تاني زي بلد معينه وهكذا. الحاجات دي انت عارف كويس قوي ان هي ممكن تاثر بالضرر عليك. طيب انا يا عم عايز اكتسب ثقه بنفسي، المشكله لما اسمع اغاني راب؟ المشكله هنا ان لما بتسمع اغاني الراب هي كلها عباره عن انا وانا 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 وانا. لما بحط نفسي في دايره انا وانا 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 دي بيحصل حاجه اسمها الانخداع في الذات. يعني ممكن يكون في شخص ما بيعملش حاجه مفيده في حياته، ما بيعملش اي تطورات في حياته، دايما واقف مكانه ما بيتحركش، مش عايز ينجح في اي حاجه، دايما شايف ان الناس اللي حواليه بيحسدوه وفي نفس الوقت مش عايزين له الخير. والكلام ده بيعبر عنه اغاني الراب واغاني المهرجانات وهكذا. وفي الحقيقه ان ولا حد مهتم يسمع عن الشخص ده، ولا حد مهتم انه يحسده، ولا حد شايف اصلا انه عايز يبقى في مكانه. فبتبتدي تشوف ان انا اللي مفيش زيي، وفي الواقع ممكن يكون انت مش عامل حاجه في حياتك. فبيحصل انخداع في الذات، ولما بيحصل انخداع في الذات بيتكون حاجه اسمها تحقيق الانجازات الزائفه. طب يعني ايه تحقيق الانجازات الزائفه؟ يعني بحس ان انا عملت حاجات محدش يقدر يعملها غيري، وباخد عليها احساس بالسعاده، وفي الواقع الاحساس ده ما بيبقاش حقيقي. يعني زي لما اروح اقول ان انا عايز افتح مشروع، او انا هفتح المشروع الفلاني، او انا هعمل حاجه معينه والحاجه دي ممكن تنجح، وتروح تقول لحد من صحابك، والشخص اللي انت رحت قلت له ده بعد ما تقول له بتحس بانبساط رهيب. بس المفاجاه هنا ان بعد ما بيحصل وبتروح تقول لصاحبك بعدها المشروع او الحاجه اللي انت قايل له ان انت هتعملها ما بتحصلش. طب ما سالتش نفسك ليه ده ما بيحصلش؟ علشان انا خدت احساس بالانجاز الزائف، وبالتالي اتبسطت وكاني عملت الحاجه دي، وفي الواقع انا ما عملتش الحاجه دي ولا حتى مشيت خطوه للحاجه دي، ولكن بكون ان انا قلت عقلي بيبتدي يهيأ لي ان بص انت عملت ايه، انت تستاهل تتكافئ. فبالتالي الحاجه اللي انت بتبقى عايز تعملها اثرها الرجعي اللي انت بتبقى مستني ان انت تكون مبسوط فيها وانت بتعملها ده ما بيحصلش. يعني انت خدت الاحساس بالانجاز قبل ما تعمل الحاجه، فبالتالي انا مش محتاج اعمل الحاجه فمش هعملها. خليني اقول لك ان الموضوع مش في انه ممكن يأثر عليك بالسلب في الحته دي بس، لكن هو ممكن يأثر عليك بالسلب في حتت تانية. طب ازاي؟ خليني اقول لك ان لو مثلا بتسمع اغاني بتضايقك، او بمعنى اصح هي حزينه بتعبر عن مشاعرك، عارف ايه اللي بيحصل وقتها؟ مش هتوقعها دي.
بيبتدي يفرز دوبامين. دوبامين في اغاني حزينه؟ ايوه، دوبامين في اغاني حزينه. طب ليه عقلي بيبتدي يفرز دوبامين في الاغاني الحزينه مع انها مش حاجه حلوه؟ خليني اقول لك، لما الاغاني دي بتبتدي تعبر عن مشاعرك ده اللي بيحصل، فبالتالي اي شيء بيجيب لك دوبامين هتحب ان انت تعمله تاني. وخليني اقول لك ان الدوبامين ده ضار. طب ليه ضار؟ ضار لانه بيكون جواك مشاعر سلبيه. طب ازاي سلبيه؟ ببساطه انت بتسمع حاجه معينه بتضايقك، بتنقلك مشاعر سلبيه، ولما بتنقلك مشاعر سلبيه وعقلك بيبتدي يفرز الدوبامين فبتعملها مرة تانية ويبتدي يتنقلك مشاعر سلبية مرة تانية، والموضوع بيبقى ليه أثر تاني وتالت. بس خلينا نتكلم عن أهم حاجة في الموضوع ده، وهي تضخيم الألم، أو تقدر تقول عليها تضخيم وأي حاجة بعدها على حسب النوع اللي بتسمعه من الأغاني. طب إزاي هيكون في تضخيم ألم؟ ويعني إيه تضخيم ألم أصلا؟ لما بكون حاسس بشيء سلبي تجاه حاجة معينة وابتدي أسمع النوع ده من الأغاني فبيحصل الآتي. لو أنت عندك مشكلة قد كده والمشكلة دي فعلا ليها حل، بس لما لجأت إن أنت تعبر عن مشاعرك بالطريقة دي أنت بتسمع كلام، الكلام ده بيحصل معاك، زائد إن في كلام تاني ممكن يكون ما بيحصلش معاك ولكن أنت بتسمعه، فلما تسمعه بيعود عليك بالسلب مرة تانية فوق اللي أنت كنت حاسه، فتحس ان انا بدل ما مشاكلي كانت قد كده بقت قد كده، بدل ما ألمي كان قد كده بقى قد كده، بدل ما انا حاسس بشعور سلبي كان قد كده برضه بقى قد كده. وبيبتدي عقلك يتفاعل مع الكلام بطريقة وصورة كبيرة جدا، وللأسف ده حاليا بيخلق جيل هش بسبب ان اي حاجة ممكن تحصل لأي حد من الناس اللي بتسمع الأغاني من النوع ده او بتعمل الحاجات دي. فأولا بيبقى دايما شايفة ان الحياة سلبية، وبتشوف ان الحياة سلبية يعني ما فيهاش حاجة حلوة وكل حاجة حواليها وحشة، وده طبعا اسمه تشاؤم، تشاؤم من الحياة. طيب إيه اللي بيحصل من تشاؤم الحياة؟ اولا بيعطلك عن حاجات كتيرة قوي بتبقى عايز تعملها، ولكن انت كده كده شايف المشكلة خلاص بقى هي كده كده بايظة، فانا كده كده شايف ان هي كده كده بايظة، هقوم اعمل ليه؟ ده اولا. ثانيا بيخلق جوانا إحساس بعدم المسؤولية بشكل كبير، لأن الشخص الهش من جواه بيبتدي يشوف إن لأ مش أنا اللي هعمل ده، أو مش أنا اللي أقدر أعمل ده، وهكذا. وبالتالي ده بيعطلنا عن حاجات كتيرة قوي في حياتنا، برغم إن إحنا ممكن نكون نقدر نعمل الحاجة دي، ولكن بسبب الزون اللي إحنا عايشين فيه وقتها وتعبيرنا عن مشاعرنا بطريقة خزعبلية ده بيوصلنا للمراحل دي، والمراحل دي ممكن تأثر على حياتنا بالسلب وفي نفس الوقت تضرنا بشكل كبير. تعال بقى أقولك أنا من وجهة نظري، أنا أوقات كتيرة قوي بسمع الحاجات دي لأن أنا إنسان عادي وبحب أسمع معظم الأنواع من الأغاني دي، ولكن في نقطة هنا لو اتحققت وقتها تقدر تعمل الحاجات دي من غير ما يبقى فيه أثر سلبي كبير عليك، لأن كده كده هيكون في أثر سلبي، ولكن ده بيبقى على حسب أنت بتسمعه في أنهي وقت وبتسمعه إزاي وبتسمعه قد إيه. ببساطة كل ده عشان ما يأثرش علينا بيتلخص في جملة واحدة اسمها الصلابة النفسية. طب يعني إيه الصلابة النفسية؟ الصلابة النفسية إن أنا ما أخليش نفسي معرض للهشاشة النفسية. طب يعني إيه برضو الكلام الكبير ده؟ إن ما أديش نفسي فرصة في الوقت اللي أنا محبط فيه، أو إن أنا حاسس بمشاعر رهيبة حوالين شخص معين، أو إن أنا عايز أثبت لنفسي إن أنا مفيش زي وقتها، إن أنا ما اسمحش لنفسي إن أعمل تضخيم للي بيحصل ده. يعني ما بقاش متضايق واروح اسمع النوع ده من الاغاني وانا متضايق، بديهيه جدا، لان تجنب حاجه زي كده في الوقت ده بالذات هتخلي عقلي ما يتفاعلش مع مشاعري بالطريقه دي، والاغاني دي ما تاثرش عليا وقتها، لان لو انا متضايق فمش هروح للمكان اللي بيزعلني واقف فيه عشان اتضايق اكتر، ودي حاجه بديهيه جدا.
طب يعني اسمع الكلام ده امتى؟ اسمعه وقت ما تكون مش متضايق. انت بتسمع هفا، انا بحب اسمع الحاجات دي بس انا مش متضايق دلوقتي، اوكي اسمع، ولكن مش وانت متضايق. ما تحطش نفسك في الحاجه اللي انت عارف ان هي كده كده هتضايقك وبرضه تعملها. طيب يعني ما اعبرش عن مشاعري وانا متضايق؟ لا طبعا. على فكره في طرق كثيره قوي تقدر من خلالها ان انت تعبر عن مشاعرك، ولكن بطريقه صحيه ما تضركش. طب زي ايه الطرق دي؟ الطرق دي بتبقى زي ان انت تكتب، بتفضفض لنفسك بنفسك، وبترجع بسبب الذكريات اللي انت بتحطها دي بتخليها مرجع ليك، علشان يوم ما تفكر ان انت تقع بترجع للحاجات دي تاني، تفتكر كل اللي حصل اليوم ده، وساعتها تقرر القرار اللي انت المفروض هتقرره النهاردة. تاني حاجة ممكن تعملها ان انت تفضفض مع صاحب او شخص مقرب ليك، او عموما حد يكون بيفهمك. لما بتبتدي تعمل الحاجات دي انت مش بس بتزيح الألم والمشاعر السلبية من جواك، لكن في نفس الوقت بتلاقي حلول للمشاكل اللي انت فيها. والنوع التاني اللي بيحب جديد، مش زعلان ومفيش حاجة مزعلاه، ولكن الموضوع ده لما بيحصل بيبتدي يشوف الموضوع او الشخص اللي قدامه بشكل اكبر بكتير من حجمه، فبالتالي ممكن يديله قيمة غير قيمته، وممكن في نفس الوقت برضه تحس نفسه بدون قيمة من غيره. طيب يعني ما اسمعش؟ لا، اسمع عادي، ولكن في النطاق المعقول. مش اصحى الصبح وانام بالليل على نفس النوع من الميوزك دي واقول هو انا ليه بحب الشخص قوي ده، مع انه ممكن يكون اصلا مش الشخص اللي انا عايزه او حتى المواصفات اللي انا عايزها. تالت حاجة، طب انا عايز ثقة في نفسي فبسمع راب وبسمع مهرجانات، لان هي كده كده بتعبر عن اللي انا عايز احسه. اوكي مفيش مشكلة في حاجة زي كده، ولكن المشكلة هنا في ان بيجيلك احساس زائف من الميوزك اللي بتسمعها، والاحساس الزائف ده بيولد جواك شعور بالانجاز الغير محقق، وفي نفس الوقت ما بتنجزش وما بتعملش حاجة في حياتك، فبالتالي ما بتاخدش خطوة لقدام. طيب يعني ما اسمعش؟ لا طبعا. انا نفسي اللي بتكلم عن ضرر الاغاني دي، انا بسمع النوع من الميوزك دي، ولكن بتختلف بقى على حسب المكان اللي بسمع فيه. يعني مثلا لما اكون في الجيم انا محتاج حاجة تحفزني علشان اشيل اوزان اكثر وزن معين بقالي كتير ما كسرتهوش، وهكذا. او مثلا رايح اعمل انترفيو في حتة فحاسس ان انا متوتر او حاجة، فانسب حاجة ممكن اكون بعملها ان انا اسمع الاغاني دي بحيث ان انا اخد ثقة في نفسي اكبر. بس كده. وافتكر ان الموضوع مش كله وحش، لا بالعكس، بيبقى فيه حاجات مفيدة جدا وبنبقى كلنا محتاجينها في اوقات معينة، ولكن زي ما بنقول دايما ان الافراط في اي حاجة بيؤدي للضرر. وافتكر دايما ان اي حاجة بنعملها في حياتنا بيكون الهدف النهائي منها اننا نكون مبسوطين. دي كانت نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لنا اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناة علشان اي فيديو ينزل جديد تشوف. سلام.